أنا وأهلي لأول مرة نجرب القطار واختاريت أسرع قطار بالشرق الأوسط ومو مقاعد عادية، اختاريت مقاعد من درجة رجال الأعمال. قصتنا بدت من مكة، أخذنا تاكسي بالقرب من الحرم إلى محطة قطار الحرمين السريع. تقدر تحجز حجز مسبق من خلال موقعهم أو تحجز من داخل المحطة، بس ضروري تجي للمحطة قبل موعد الرحلة بساعة. وبعد ما يشوفون تذكرتك راح تصعد لصالة رجال الأعمال تنتظر رحلتك، وهنا موفري لك أوبن بوفيه أنواع السناكات والمشروبات مجانا، موفري لك واي فاي ومصلى وحمامات، وقبل موعد الرحلة بربع ساعة توجه للقطار، لأن هذا القطار جدا مضبوط بمواعيده. قبل 5 دقائق من الانطلاق تنسد كل بوابات القطار، وكل قطار يحتوي على 15 عربة ويتسع أكثر من 400 راكب، بعضهن مقاعد اقتصادية سعر النفر 120 ريال. أما أنا وأهلي حجزنا مقاعد من درجة رجال الأعمال وسعر النفر 250 ريال، مقاعد واسعة ومريحة. وهيك راح نودع مكة المكرمة متجهين للمدينة المنورة. هنا علقت جنطتي وعندي سلة نفايات، وعندي شاشة راح أشاهد بها فيديوهات تعليمية حتى ما أمل بالطريق، وعندي طاولة راح أستخدمها بعد شوية للأكل. موعد الرحلة ساعة بالأربعة، وفعلا بالأربعة ضبط حرك القطار. هنا موجودة أماكن للجنط، وفوق كل مقعد موجود لايت، والقطار مجهز بأدوات الأمان والسلامة. جابوا لنا كلينكس مرطب وضيفونا القهوة السعودية الشقرة وياها تمر. الطريق من مكة المكرمة للمدينة المنورة بالسيارة 5 ساعات وبالباص 6 ساعات، أما بهذا القطار ساعتين ضبط. هذا القطار يمشي 300 كيلومتر بالساعة الواحدة، يبدأ من مكة إلى جدة إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ثم يصل إلى المدينة المنورة. جابوا لنا وجبة متكاملة من رز ودجاج وعصير وحلاوة ولبن. بديت أتناول الوجبة واستمتع بالمناظر الطبيعية اللي اشوفها على طول الطريق. اخذت جولة من داخل القطار وشفت موجودة كافتريا يبيعون انواع العصاير والسناكات، ويا كل عربة موجودة حمامات خاصة بها مرحاض ومغسلة معقمة ونظيفة جدا. وبعد مرور ساعتين غربت الدنيا ووصلنا مدينة الرسول المدينة المنورة. وحاليا قطار الحرمين السريع صار افضل وسيلة نقل بين مكة والمدينة. بس شنو سوينا بالمدينة؟ من اول يوم ضيعت اهلي. تابعوا الاجزاء القادمة.